لأي طالب في ثانوية عامة اوعى تسمع كلام أمك، اسمع كلام طنط سمية الخشاب. حلقاته برجالاته طلعت علينا سمية الخشاباته بحبة تصريحاته ملهاش أي لازماته، بتطلع تقول لهم سيبوكم من التعليم، تعليم وبتنجان إيه؟ شوف لك صنعة منك ليه؟ الشهادة دي هتعملوها قراطيس. لا يا مدام سمية، ما بتتعملش قراطيس، تصدقي اليومين دول بياخدوها بيعلقوها في البراوز وبيعلقوها وراهم في المكاتب، الناس المحاميين الوحشين اللي فاشلين او الناس الدكاتره اللي هم اساسا يعني غلطانين، اللي خلاهم يجروا على طريق التعليم. في النهاية هيبقى المجتمع خلاص يا أحمد مش محتاج لحد متعلم ولا مهندسين ولا محاسبين، ويرجع يقول لك أصل الشباب بينحرفوا وبيمشوا بره الطريق. الشباب عايزين دلوقتي أي مكسب سريع، ما هم اللي بيسمعوه يا مدام. لما الاقي واحدة زي دي طالعة تقول كده، طب ما هنقول إيه؟ ما هو البنات واقفين على تكة هم والولاد من كتر ما هم شايفين الضغط العصبي اللي هم فيه هم وأهاليهم في هذا المجتمع العجيب اللي بقينا عايشين فيه، والأزمة الاقتصادية وكورونا ومش كورونا. الشباب حاجة من الاتنين دلوقتي، تفكيرهم رايح يا هو يخلص من هنا ويطلع يهاجر ويسيبها وانتوا كده هتبقوا فرحانين، يا اما كل واحد فيهم يطلع على التيك توك ويطلع لايف وكبسولي كبسولي، وهو الدنيا ماشية والدولارات بتعد. بنعلم شبابنا ايه؟ سيبك ياد منك ليه؟ تعليم ايه وبدنجان ايه؟ يا جماعة عيب عليكم يا اولاد يا بنات، اوعوا تفكروا انك تسمعوا لواحده زي مدام سميه خشاب في موضوع مصيري. اوعوا تفتكروا ان زي ما المشاهير بيقولوا لكم قيمتكم في الفلوس، عمرها ما كانت في الفلوس. من حقك تسعى انك تعيش مرتاح، من حقك انك انت تسعى عشان يبقى معاك فلوس، بس الطريق سليم، فلوس بالحلال مش بأي تنطيط يمين وشمال ونقول خلاص او احنا كده ناجحين. القيمة يا جماعة بتاعت اي بني ادم بقيمة المبادئ والمعلومات اللي عنده، بمعنى اصح متربي تربية سليمة عنده قيم ومبادئ إنسانية ودينية، أدي جزء. بمعنى تاني إن يكون عنده قيمة فكرية، يعني عنده هنا مش مهلبية، عنده معلومات، عنده داتا نقدر نميز بيها نفسنا عن بقية الناس. ما هو ده اللي بيميز أي صاحب مهنة، إنه اتعلم. بس انتوا كلكم هتبقوا فعلا زي ما هي بتقول تشوفوا لكم مهنة. طب وطريق التعليم اللي انتوا دخلتوه ده اترمى خلاص في الزبالة؟ لا اله الا الله. بنعلم شبابنا ايه يا جماعه؟ والنبي خليكم في الفن، سيبي ولادنا وبناتنا وشبابنا يمشوا على الطريق الصح. احنا لما كلنا هنقعد ندي نصايح ونفتي وندلو بدلونا، مين هينجد الولاد دول من الضياع؟ هو المجتمع ناقص وقوع في القاع اكتر من اللي هو فيه. يا ولاد شدوا حيلكم، انتوا خلاص على اخر حته. خلص ثانويه عامه وادخل الكليه اللي انت عايزها واللي كنت بتحلم بيها. قيمتك في مبادئك وفي تعليمك، كل ما تتعلم صح كل ما يبقى ليك سيري صح مميز بين الاصدقاء وبين الزمايل اللي معاك في الشغل. كل ما تبقى انسان وعندك قيم ومبادئ هتعرف تخطط صح وتوصل لهدفك بالحلال، مش قراطيس قراطيس. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويبارك في كل ولادنا ويعدي معاهم ثانوية عامة على خير، ويحمي وعيهم وودانهم من اللعب في الدماغ لحسن ولادنا ماشيين بالزق. ارحموهم يرحمكم الله. السلام عليكم، تمسوا بالعافية.